When they see you smiling, I go crazy for you. 'Cause you're the one that I like, I can't deny. Every night you're on my mind, so if I call you tonight, will you pick up and give me your time? اهلا يا جماعه، انا زهره. فيديو النهارده مختلف شويتين تلاتة. النهارده هعمل معاكم لفات خمار مختلفه للجامعه، بما اننا داخلين على دراسه ومفيش وقت اجل الفيديو اكتر من كده. ان شاء الله هتكون لفات سهله وشكلها حلو ومختلفه كمان، ومش هطول عليكم كتير، ويلا بينا نبدا. نقول بسم الله ونبدأ في أول لفة. أول لفة وهي اللي أنا كنت لفاها من شوية دي، ومفيش حرفيا أسهل منها، ودي أنا دايما بلفها لما بكون لابسة مثلا جاكيت أو دريس واسع، بلفها على طول وبيبقى شكلها حلو أوي. بنقسم الخمار نصين، واحنا بنقسمه وبنخلي طرف أطول من التاني، وده هيفرق في طول الخمار من قدام بعدها. بعد كده بنلفه زي الطرحة بالظبط، مش محتاجة حاجة يعني، وعشان الخمار طويل هتلاقيه مخبي الجزء اللي قدام. احنا بنلفها على راسنا، هنخلي طرف قصير اللي هو انا عملته ده، والطرف الطويل هو اللي هنلفه على راسنا زي كده بالظبط. واحنا بقى بنلف الطرف الطويل على راسنا، يعني نظبط الدنيا كده واحنا بنلفه، ونشد من قدام واحنا بنلف. كل ما نلف كده على راسنا نشد من قدام علشان الدنيا تبقى مظبوطة، يعني بعد ما نخلص ونحط دبابيس وكده. كده يعتبر اللفة خلصت. هنظبط بقى الدبابيس بتاعتنا ونثبتها كويس يعني من فوق علشان ما تفكش وبس. يعني يعتبر هي كده خلصت، سهلة جدا ومفيش اسهل منها. اللفة مريحة وسهلة وشكلها حلو، وهتليق على اي حاجة حرفيا. ولو انتوا من الناس الكسولة زيي، مفيش اصلح من اللفة دي ان انتوا تعملوها حرفيا. هي بتلفوها كده على طول زي الطرحة، وخصوصا الخمار بيبقى طويل فبتبقى حلوة فيه. بس بجد شكلها تحفة اوي. وده بقى شكلها لما انا اجي البس الجاكيت عليها، بقعد اشد لقدام برضو علشان كل حاجة تبقى متخبية من قدام، وبيبقى كده شكلها. انا حرفيا بحب البسها جدا على الجواكت يعني، وخصوصا ان انا الستايل بتاعي دايما جواكت، فبحس ان انا مرتاحة اكتر في اللفة دي. وبس كده. تاني لفة معانا هي لفة حلوة قوي بصراحة، وانا بحبها جدا. بتليق على معظم اللبس، يعني اي دريسات بقى، جواكت، مش عارف ايه، كله بتليق عليه حرفيا، فانا بحبها قوي يعني. وسهلة كمان وهي بتتعمل. هنقسم الخمار كده نصين بالظبط. لو احنا خلينا نص اطول من التاني، ده هيخلي الخمار طويل من قدام، فدي حاجة حلوة. نعملها برضو زي ما انا بعملها كده بالظبط، نعمل دبوس، ونخلي الطرف اللي هيبقى على كتفنا ده نثبته بدبوس علشان يعني ما يتحركش لورا وكده يعني. وخلوني اعطيكم معلومة صغيرة كده على السريع. الخمارات المشجرة بيليق عليها اللفة دي، لان هي لما بنيجي نطول القسمة، يعني الخمار بيبقى طويل وفي نفس الوقت ساتر. لكن لو الخمار اللي هو بيبقى لون واحد بس او درجة واحدة، بحس ان الخمار شفاف سيكا يعني، فبحس ان هو مش بيبقى ساتر قوي لما نيجي نقسمه او نطول الطرف وكده. بس فحبيت اعرفكم النقطة دي يعني. بعدين بقى بنجيب زي ما انا قلت، زي ما انتوا شفتوا كده، اللي هو بنجيب الطرف الطويل وبنظبطه شكل مثلث من قدام كده، ونحط طرف على جنب وطرف على جنب التاني، ونثبتهم بقى بدبابيس، والدنيا تبقى حلوة يعني بعد كده. اهم حاجة لما تثبتوا بدبابيس، ثبتوا بدبابيس مشبك عشان الدنيا تبقى سهلة وما ما يفكوش بعد كده يعني. وبس ده شكلها، وبجد انا بحبها قوي، بحس انها لايقة عليا سيكا يعني. بس هي شكلها حلو قوي. ومن قدام بيبقى شكلها مثلث، ومن طويل ومن ورا قصدي طويلة، وبيبقى شكلها حلو قوي يعني. تالت لفة انا لسه مجرباها من قريب، وحسيت انها شكلها حلو وجميلة ومريحة وسهلة وكل حاجة في الدنيا يعني بصراحة. هنقسم الخمار نصين زي ما احنا متعودين عادي، ولما نيجي نلفه على راسنا هنخلي الطرفين قصاد بعض بالظبط، يعني مش طرف اطول من التاني، لا هما الاتنين زي بعض بالظبط. هقولكوا ليه دلوقتي. طيب مبدئيا برضو اللفة ديت عايزة لها تلبيسة تحت الخمار. ليه؟ علشان رقبتنا هتبان لما اجي اقول لكم خطوة بعد كده يعني. فعشان نبقى ضامنين نفسنا ومفيش اي حاجة تبان واحنا لابسين خمار وبتاع، الدنيا تبقى حلوة، فنلبس تلبيسة. بعدين بقى هنرجع طرف ورا، وهنجيب الطرف اللي قدام ده ونظبطه على الكتفين بالظبط. نرجع كده زي ما انا بعمل، نظبط الاتنين قصاد بعض كده علشان بشكلها دائري، او على حسب بقى الخمار مثلث ولا دايرة، بس ده بتاعي كان دايرة فعملتها شكل دايرة. بس هنرجع بقى الطرف في الجنب كده، ونثبت الطرف اللي احنا رجعناه ورا مع الطرف اللي احنا بنرجعه دلوقتي على كتفنا، يعني بدبوس مشبك. ليه؟ عشان الدنيا ما تطرش، ما يبقى شكلنا عار ورقبتنا تبان بقى وكده والحاجات دي. ماشي. فعشان كده بقول لكم نلبس تلبيسه، عشان في فرق بين اللي احنا رجعناها ورا واللي احنا بنرجعها دلوقتي، عشان ما يبقاش في حاجه باينه يعني. وبس ده شكلها، بجد شكلها حلو قوي، وحسها كده فلافي وتلاقي على دريسات وكده.
عشان اخلي شكلها حلو لبست عليها الفيونكة دي، مش عارفة اسمه بروج ولا فيونكة، بس هي اسمها فيونكة يعني عامة. بس وده شكلها، تبقى طويلة من قدام وطويلة من ورا والدنيا حلوة وشكلنا جميل وكده يعني. فقوليلي عجبتكم ولا لأ، عشان بجد لسه مجرباها قريب وحبيتها. رابع لفة معانا بلاقي الناس بتعملها بالطرحة الطويلة، فانا ما كانش عندي طرحة طويلة دلوقتي يعني، او تقريبا كانت في الغسيل. المهم فجبت الخمار وحاولت اعملها زي الطرحة وكده يعني. رجعت طرف ورا زي ما انا عاملة، اللي هو بلف الطرحة على راسي وفي طرف قصير بعمل بدبوس، وبعد كده ارجعه لورا، والطرف بقى اللي هو بقالت اللي هو طويل ده رجعته زي الطرحة بالظبط زي ما انتوا شايفين. انا مش عارفة اشرح قد كده بس هو باين يعني. بس وعملتها بدبوس ورا علشان الدنيا تظبط يعني، مفيش حاجة تطير برضو، دبوس مشبك علشان المشبك ده هو اللي بيمسك الدنيا علشان الدنيا ما تطيرش. وبس كده، هو ده شكلها. عشان يبقى شكلها حلو يعني حطيت لها بروج في الاخر، هي شكلها حلو. وفي الطرحة اعتقد هتبقى حلوة يعني اكتر. وبرضو بتبقى عايزة تلبيسة عشان يعني لو في حاجة باينة او كده، مثلا الرقبة مش عارفه ايه، ده لو كان بالطرحة. اما لو خمار، الخمار حلو يعني عادي. وبس ده شكلها. اللفة اللي بعد كده انا حرفيا يعني بقالي كتير جدا ما عملتهاش، من اول ما اتخمرت وهي كانت البداية بتاعتي يعني. بس كنت بلفها على البونيه اللي هو بيبقى بيرفع الخمار فوق ده، كان شكلي عرة بصراحة. بس ما علينا يعني يا جماعة، انتوا اهلي وناسي، فانا بفضفض معاكم. المهم عادي زي الخمار العادي يعني، بنلف الخمار مثلث على بعض، مش مستطيل زي ما احنا عملناه في اول لفات يعني وكده. وبنعمل طرف في الجنب والطرف التاني بنلفه على راسنا، وبيبقى شكلها في الاخر عامل كده. انا حرفيا يعني مش عارفة شكلي حلو ولا وحش ولا ايه، عشان بقالي كتير ما لفتهاش. بس هي حلوة يعني، دي بصراحة بتبقى سترة جدا من قدام ومن ورا، وشكلها حلو، وحس في شكل كده جديد في الخمار. فانا بصراحة بحبها، بس مش عارفة لايق عليا ولا لا، بس ما علينا يعني. فهي دي لفة. اللفة اللي بعد كده برضو هي نفس الخمار يعني وكده، اللي هو مثلث مش مستطيل. وبنعمل طرف قدام يعني مثلثية قدام كده، والمثلثية التانية زي ما انتوا شايفين بالظبط. انا بجد مش عارفة اشرح، بس هي باينة يعني. ما علينا. بس فبنرجعها لورا وبنثبت بدبابيس، ده اهم حاجة، بدبابيس مشبك عشان بحبها بصراحة، بتبقى سهلة يعني. بس بيبقى شكلها حلو بصراحة، حاسة دي هيبقى شكلها حلو على دريسات، بيبقى حلو قوي يعني. بس وهي دي اللفة. اخر لفتين بقى انا قلت اعملهم بالطرحة علشان انا عندي طرح طويلة، فقلت ان انا استغلها وفي نفس الوقت يعني ايه ما تبقاش عندي كده خلاص. فلفيت الطرحة زي ما انا بلفها طرحة عادي. بجيب بقى جنب في جنب قصير اللي هو انا بلفه على قدام ده، بجيبه بالجنب كده واشبكه بدبوس، والطرف التاني برجعه لورا. لو انا لابسه دريس واسع فهسيبها كده يعني، انا مش هلف الطرف اللي ورا ده على راسي. لكن لو انا بقى لابسه دريس يعني مش واسع قد كده من ورا، فبجيب الطرف اللي هو الطويل ده وبلفه على راسي بالظبط كده وبرجعه، بتبقى شكلها حلو قوي، شكلها مثلثه، بيبقى شكلها تحفه من ورا بصراحه. فبعملها كده وبظبطها على راسي وبعملها بدبوس، بجد بيبقى شكلها يعني خطيرة بجد. لو طرحة بقى مشجرة مش لون واحد بس، بيبقى شكلها تحفة. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم، وان شاء الله ان شاء الله هنزل لكم منه جزء تاني، وهنزل لكم كمان ستايلات مختلفة لللبس الواسع وكده. وبس كده، مع السلامة.